السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في خبر جديد، تعرض أشرف حكيمي الأسبوع الماضي لإصابة خطيرة تمثلت في التواء حاد على مستوى الكاحل إثر تدخل عنيف من لويس دياز خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا. ويتوقع أن يغيب حكيمي عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أسابيع بعد أن قرر عدم الخضوع لعملية جراحية، على أمل اللحاق بكأس إفريقيا التي ستحتضنها المملكة المغربية خلال الفترة ما بين 21 دجنبر و 18 يناير 2026. وأظهر حكيمي عزيمة قوية لتحقيق هدفه المتمثل في المشاركة بالبطولة القارية التي ينتظرها بفارغ الصبر، حيث لم يخفي رغبته في التعافي بأسرع وقت ممكن. وقد نشر اللاعب المغربي صورا حديثة على حسابه الرسمي في انستغرام تظهره وهو يتدرب بالفعل داخل الصالة الرياضية، ويشمل تدريب حكيمي الحالي ركوب الدراجة الهوائية وتمارين تقوية العضلات بالإضافة إلى جلسات العلاج الطبيعي، ويقوم بذلك وهو يرتدي دعامة على الكاحل الأيسر. ويؤكد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما حرصه الشديد على عدم إضاعة الوقت.